بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. ربنا يجعله عام بركة ويمن وعزة وخير على كل الأمة الإسلامية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عجة البيض. العجة البيض من الأكلات الشعبية المعروفة في مصر والجميلة والسهلة، واللي ممكن تنفع وجبة رئيسية كطبق رئيسي للغداء أو العشاء، وسريعة إن شاء الله. هنشوف هنعملها مع بعض إزاي. احنا هنعملها النهاردة يعني بمكونات لحد ما هتختلف، مش التقليدية. يعني معايا كمية من البيض طبعا حسب الأعداد اللي هياكلوا. أنا معايا هنا 12 بيضة، ومعايا بطاطساية، ومعايا جزراية، ومعايا 3 بصلات كبار. طبعا فيكم تزودوا الجزر، تخلوها جزرتين لو حابين، والبصل طبعا كل ما بيزيد كل ما بيبقى كويس. البيض برضو حسب أعداد ممكن تعملي 15، تعملي أكتر، تعملي أقل، حسب الأفراد اللي هياكلوا. معايا حزمة من الخضرة، تشكيلة يعني خليط من البقدونس والشبت والكزبرة. أنا بفضل أزود الكزبرة الخضراء والشبت عن البقدونس. هفرم البصلة، ابشريها أو فرميها في الكبة زي ما تحبي. معايا كمية من زيت الطعام العادي، ده زيت اللي هو دوار الشمس. هحط البصلة واقلبها تدبل بس معانا، مش اكتر من كده، يعني مش عايزاها تاخد لون، بس مجرد تدبل. هبشر بقى في الاثناء دي البطاطساية والجزراية. البطاطس برضو ابشرها بالمبشرة، وانزل بيها برضو تاخد حوالي 4-5 دقايق على نار طبعا تبقى هادية، النار ما تبقاش عالية جدا. بعد ما اقلبها شوية كده، انا دلوقتي بجهز الخضرة. هسويها كده بس من الحروف، وبعدين اقطعها ناعم برضو على قد ما اقدر. وبعدين انزل بقى، خلصت الخضرة وقطعتها، انزل بالجزر على البطاطس، برضو تاخد حوالي 4 دقايق. بنزل بالجزر على البطاطس والبصل، تاخد حوالي 4 دقايق. بعد كده هكسر بقى البيض. انا انتبهت ان انا لازم اكسر في بولة صغيرة او طبق صغير بيضة بيضة، وبعدين البيضة اللي اكسرها افضيها على باقي البيض في البولة الكبيرة. ناخد بالنا من الخطوة دي، مهمة علشان لو في بيضة فاسدة ما تفسدش باقي البيض كله. طبعا هنا انا خلاص كده كانت اخر بيضة. هحط بقى التوابل: فلفل، كمون، كزبرة ناشفة ناعمة، وملح. يعني تقريبا نص ملعقة فلفل اسود، ونص كمون، وملعقة شاي كبيرة مليانة يعني كزبرة، وملعقة شاي كبيرة بيكنج باودر علشان تخليها هش. وحطيت برضو في واحدة فلفل، ممكن تخلوها 2، ممكن فلفل اخضر حار او احمر حار. بيدي تيست جميل طبعا، بس لو في اطفال او في حد ما يحبش الحر ممكن يبقى بارد. حطيت بقى، انا قلبت طبعا البهارات مع البيض. ممكن خطوة البهارات مع البيض دي اضربها في الخلاط، او بمضرب البيض يعني. وبعدها نضيف الخضرة. هنا بقى انا جبت القالب بتاعي، فضيت عليه المكونات اللي عملتها على النار. هي بتبقى سخنة، حاول كده اهدي فيها، اقلبها بتهدى. وبعدين حطيت الخليط بتاع البيض بتاعي، بقلب بسرعة بسرعة علشان ما يستويش. انا عايزاه يستوي في الفرن، لان طبعا الخليط سخن ممكن يسويه. على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200. لو فرنك حامي قوي حطيها على الشبكة في النص، ولعي من تحت وبعد كده ولعي من فوق. او لو مش حامي قوي يعني درجة حرارة 200 حوالي 20 دقيقة اخدت. تعمليها معاملة الكيك، يعني خدي بالك ان هي تستوي من جوه، ما تاخدش لون من فوق وتحت، وما تستويش من النص. يعني لو الفرن مش حامي قوي نزليها تاخد على اقرب رف تحت، او على الساق تحت خالص. وبعد كده اما تستوي ارفعيها ولعي من فوق وخليها تاخد لون. هي هنا استوت معانا زي ما انتم شايفين، في زيت زيادة، انا ممكن اصفيه في اتخلص منه يعني. وبعدين قطعتها بالشكل ده وحطيتها وقدمتها. بصراحة طعمها جميل جدا، وشكلها جميل وهشة وحلوة. وطعمها بالبطاطس والجزر والفلفل جميل جدا جدا، افضل من اللي بالدقيق، ومش مكتومة، وطلع حلوة جدا. طبعا وهي في الفرن انا ممكن برضو زي الكيك كده بحط شوكة او خلة او اي سكينة كده رفيعة بشوفها استوت ولا لا. اللهم بارك، ما شاء الله، شكلها جميل جدا، وكمان طعمها جميل جدا. ان شاء الله هتعجبكم. تقدروا تقدموها بقى في وجبة الغداء او وجبة العشاء او وجبة الفطار. يعني لو هتتجمعوا انتوا اصحابكم او عندكم ضيوف يعني على الفطار او حاجة بتعمل، تبقى طعمها جميل جدا.
الأطفال كمان هيحبوها. تقدروا تعملوها سندوتشات أو تاكلوها بعيش. ممكن نعمل جنبها بطاطس، يعني اللي هي سلطة البطاطس المهروسة، أو بطاطس محمرة، أو نحمر جنبها بتنجان، نحط جنبها طماطم وخيار شرايح وجرجير وخس. المهم ان هي وجبة متكاملة فيها البروتين وفيها النشويات وفيها الفيتامينز، يعني طبق متكامل. اقدمها بقى مع عيش بلدي، عيش اللي هو السوري او اللبناني، ده اي نوع من انواع العيش، او حتى عيش فينو. هي بصراحة تتاكل مع اي حاجة. شايفين الالوان، يعني الجزر، ولو في فلفل احمر كمان كان هيبقى لونه باين، والبصل، ولونها يعني تحسي كده قطع كيك ما شاء الله. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وعايزة اسمع رأيكم، اشوف رأيكم في الكومنتات. ويا ريت اللي مشتركش في القناة لسه يشترك في القناة، وتفعلوا الجرس، وتشيروا لكل اصحابكم واصدقائكم، وتعملوا الدعوة للمشاركة. ويا ريت تعملوا لايك كتير كتير علشان نوصل لاكبر عدد ممكن. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.